الاسطوريات ما كنتش كنتوقع هذا التفاعل الكبير اللي طرا مع هذا الموضوع اللي دويت عليه، اللي نورمالمون باش نجيكم صريح تفاجأت انه شي حاجه بازيك وشي حاجه المفروض كل واحد بغى يدير بيزنس كيما بغى يكون يدير محلبه، يدير سي او دي، يدير عقار، يدير اللي بغى يدير. راه هادشي الاخوان هو البازيك. وانا نجي كنقولها لكم الا عقلتوا في اللايفات ديالي وفي ستوريات اللي كيعقل، انني ديما كنقول لكم راه باش دير الفلوس راه ما خصكش فقط تكون عندك السكيلز او المهاره ديال الماركتينغ، راه خصك تفهم البيزنس، خصك تقرا بزاف. هذا غير مثال حطيت لكم هنا امثله وصلوني. الدراري راه الدراري علاش ما كديروش نتائج؟ لانكم تالفين، واللي تلف كنقول يشد الارض. وفي الحاله ديالنا اللي تلف يجلس يعرف شنو بغى يدير وفين بغى توصل. راه بدون اهداف هذوك غير نوايا. كما قلت لكم الاخوان، الخدمه هو البيزنس بلا خطه عمل كتشمل 4 العناصر مهمين في هذا الشيء. كنلخص لك مرات طويله الا دخلت معك اكاديميا في هذه الامور. خصك كتكون محدده مده زمنيه، تكون اوبجيكتيف واضح وقابل للقياس وقابل للانجاز. ثالثا تحدد التاسكز واللي عليك خصك ديرو، وكل تاسك محدده بزمان، ومطرق فيها المانجمنت ديال الريسك او الخطو او العقبات اللي يقدروا يحبسوك. هادشي راه البازيك الاخوان. انا تصدمت انا صراحه الله، راه ملي كتصيفطوا ليا حسيت انه شي حاجه جديده عليكم يا اخوان. هادشي راه بازيك. شنو الشباب الله يرضي عليكم، راه المشكل ديالكم هو لونغاجمون. هادي خذها خويا، كتبها في ورقه كبيره، لصقها في الحيط في البيت ديالك قدام عينيك، ولا في البيرو ديالك، ولا في اي بلاصه كتشوفها. اخوان هاد لونغاجمون او ما يسمى بالالتزام هو مشكله الناس، ماشي غير الناس ديال الكوميرس، هو مشكله الناس. المشكله هو انك ملي كتدخل دير شي حاجه خصك الاخ ولا الاخت تونغاجا اوفيسيال، تونغاجا لمده محدده. دونك غتقول اخويا هاد 6 شهور غنعطيهم لهذا الدومين بما له وما عليه. يعني المشكله هي كاينه في عدم الالتزام. الحاجه ملي كتاخذها الله سبحانه وتعالى يمكن دار هذه القوانين، الحاجه ملي ما كتعطيهاش لونغاجمون، ما كتعطيهاش وقتها، ما كتعطيهاش داكشي اللي خصك دير، ما كتعطيش ليك. دونك اللي بغى فيكم يدير شي حاجه في حياته التزم الاخوان. الالتزام